النسخه دي فيها افضل بناء للرويال رامبل اشوفه من كام سنه. الكل مشغول بقصته والكل عنده سبب انه يكسب. فممكن تعتبر ان النسخه دي من الرويال رامبل من الاسوأ في تاريخ الرويال رامبل كله. ازاي؟ هو ده اللي هحكولك النهارده. اعمل لايك واشترك ويلا بينا. سريعا كده هقول لك نتائج الماتشات الاولى. ماتش رويال رامبل السيدات كسبته بايلي اللي كان افضل بكتير من ماتش الرجال بالمناسبه يعني. وماتش لقب العالم كسب رومان رينز، مش محتاجه حاجه يعني، مع انه والله ما لعب بجنيه، وبصراحه كده كان ماتش مش قد كده يعني. وماتش حزام اليونايتد ستيتس كسبه لوجان بول وبسيناريو عبيط. بص، لوجان بول حد اداله القبضه بتاعته دي اللي بيغش بيها على طول، فكيفن اوينز ياخدها منه ويضربه بيها، والحكم كل ده ما شافش حاجه. لما جه يعد بقى سبحان الله الحكم لاحظ وفاز لوجان بول بالدي كيو. ما علينا من كل ده، نيجي بقى الماتش اللي المفروض ان العين عليه، مباراه الرويال رامبل. الكل عنده سبب زي ما قلت لك ان هو يكسب، الحماس على شده والكل مترقب، مفيش حد متوقع مين هيكسب. والمباراه الحماسيه دي لازم لها بدايه حماسيه عشان اول واحد يدخل يكون جاي اوسو، وزي ما انت ممكن تكون توقعت جيمي اوسو يدخل رقم 2. هنا انا قلت شكلها تكون رامبل جامده. الاوسس بداوا واليت والنيت بيتبني لهم مباراه في راس المينيا 40، وقفوا كده وبصوا لبعض وبداوا ضرب لحد ما دخل لهم جريسون وولر، وفضل يغي كده وبتاع لحد ما دخل واتحد مع جيمي على جاي. رقم 4 يدخل اندرادي عشان يسجل عودته، تمام يعني. رقم 5 كارميلو هيز يدخل ويخرج جريسون وولر. ناكامارا بقى يدخل رقم 6 ويفضل يضرب شويه، بعدها يدخل سانتوس اسكوبار. ورقم 8 يدخل كاريان كروس. ورقم 9 كان صاحب الشركه دمدم وسط صياح طبعا من الجمهور. رقم 10 دخل كارليتو ويخرج سانتوس عشان شكلهم يكملوا في العداوه اللي هم فيها. وبعدها يدخل الدبابه بوبي لاشلي، وعلى طول سبير لناكامورا وادى لكل الناس اللي قاعده سبير. بعد كده طلع كارليتو وسبير لكاريان كروس ويخرجوا، اللي بعدين يشدوا ويخرج بوبي لاشلي ويدب خناقه بره. رقم 12 يدخل لوتف كايزر ياخد لحظته برضه ويضرب الكل، والماتش بعد كده يهدى شويه ويدخل استن ثيوري. لو تلاحظ ان حتى الان ما فيش حد تحس ان الرويال رامبل كلها متكردر، بس يدخل بعد كده رقم 14 المظلوم فين بالور ويساعد دمدم ويقصي كارميلو هيز. بعد كده ندخل في الجد بقى شويه. رقم 15 كان كودي زفت يدخل ويخرج استن ثيوري قبل ما يتلموا عليه دمدم وفين بالور ويضربوه. وفي الوقت ده يدخل رقم 16 برونسون ريد اللي متخطط له دفاعات كبيره في 2014 يشيل دمدم وبالور هما الاثنين، وبعدها يكسي اندرادي. رقم 17 يدخل كوفي كينغستون، وكان غريب اللي هو مش فرحان كده ولا بتنطط ولا اي حاجه، لا داخل جد ومركز. وفي نفس الوقت ده كودي يكسي ناكامورا، ويقوم بعده كوفي يكسي كايزر، وبعدها يدخل الرينج جنرال جونتر يكسح في الكل. رقم 19 كان ايفار يمسك دمدم وبالور يضرب فيهم. هو تقريبا اي حد كان بيدخل كان بيرزع في الاثنين دول الاول، بعد كده يشوف الباقي. حرام والله اللي بيعملوه فين بالور ده، يلا ما علينا. يدخل رقم 20 بارون بريكر النكست بيك ثينج واجهة الشركه في المستقبل، يضرب الكل ويخرج جيمي اوسو اللي كانت غريبه بالنسبه لي عشان كنت فاكر ان اللي هيطلعه مثلا يعني جي اوسو عشان يبداوا العداوه مع بعض، لكن عموما يخرج فين بالور بعدها وتحصل لحظه كده فيس اوف بينه وبين جونتر ويضربوا بعض. يدخل رقم 21 اوماس ويخرج برونسون ريد، وفي اللحظات دي يخرج برضه ايفار. رقم 22 كان بات مكافي اللي كان بيعلق، يدخل يبص له اوماس كده قام خارج تاني. بعدها بارون بريكر يخرج اوماس ويجي من وراه دمدم يخرج بارون بريكر، يعني شوف رأي نهايته كانت على ايد دمدم. بعدها يدخل رقم 23 جي دي ماكدونالد، وبارون كده طالع متضايق قام مديله سبير وريحه على الارض. بعد كده يدخل ارتروس وفاكر ان الماتش تاج تيم، يعمل لدمدم تعالى لو عامل ايه تاج يعني عشان ادخل وبتاع، دخل عمل يو كانت سي مي ويعني جو لطافه وكده يعني ماشي. يدخل ميز وبعده ديمي بريست، وبريست يخرج ارتروس. بعد كده نروح للراجل الرئيسي في العرض. رقم 27 يدخل سي ام بانك، لاول مره من 10 سنين بانك في الرامبل يدخل ويضرب الكل ويخرج دمدم، بس ان جيت للحاج يعني بصراحه بانك ما كانش احسن حاجه. رقم 28 ريكوشيه، واستغربت 28 ريكوشيه ليه ريكوشيه في الرقم ده، انا اتاكدت ان مفيش عودات كبيره. جونتر يخرج ميز. رقم 29 يدخل درو ماكنتاير، تمام ماشي ويضرب الكل حلو. جونتر يخرج جاي اللي قاعد بتاع 50 دقيقه. رقم 30 والاخير كان سامي زين، يا عم ماشي بس كنت متوقع الروك او عوده كبيره، لكن المشكله مش هنا، المشكله ان سامي دخل ما كانش واضح ان هو تهديد، اللي هو دخل وعارف انه خارج فيلا. المهم ماكنتاير يخرج ريكوشيه، وسامي يخرج بريست، ودرو ماكنتاير اللي هو اصلا عامل اصابه لسامي زين يخرج سامي. اخر 4 فضلوا بانك وماكنتاير وكودي وجونتر، الاربعه اصلا المتوقعين ان هم يكسبوا. حلو، يفضلوا يضربوا في بعض. درو ماكنتاير ماسك في بانك بيضربه، وجونتر ماسك في كودي بيضربه، والاثنين عاملين ايه بيعلوا على بعض يعني. درو ماكنتاير كان عايز يفنش بانك، لكن بانك يتفاداه وعايز يعمل جي تي اس، لكن
قدرش يشيله. والله وشبت يا عبد الرحمن. بعدها كلايمور لكودي وكلايمور لبنك، بعد كده يضربوا في بعض شويه وفي الاخر سي ام بانك يخرج درو ماكنتاير وجونتر يعمل باور بامب لسي ام بانك، بعد كده كده يمسكوا يخرجوا ويفضل اخر اتنين كودي وسي ام بانك. مين فيهم هيروح الحدث الرئيسي في ريسل مانيا؟ واللي ضايقني في الجزئيه دي انهم كانوا عايزين يعملوها زي رويال رامبل 2007 بتاع تيكر وشون مايكل، لكن كان الريتم بطيء ومفيش كيمياء بينهم، وسي ام بانك كان بطيء وتعبان كده. يا عم في ايه؟ في فترات بانك كان مهيمن فيها وبيضرب كودي، بس كودي فوق وكان عايز يعمل فينش لبانك، لكن بانك يفلت ويضربوا في بعض شويه لحد ما كودي كان عايز يخرج بانك، لكن بانك يفكها وعمل جي تي اس حلو وكان خلاص هيخرج كودي، لكن كودي خرج بانك. كانت صدمه بصراحه لان ما كنتش متوقع كده تماما. كنت عايز بانك هو اللي يكسب، ممكن نروح للمين ايفنت بتاع ريسل مانيا ده من ايميشن تشامبر، لكن كنت عايز يكسب رويال رامبل، وليه كودي يكسب اتنين ورا بعض؟ بصراحه كان عرض بالنسبه لي مخيب وتعبان، بعد ما قلت ان البناء قوي ومش بناء قوي، وفي الاخر اتهدى على راس البناء ده. حتى الماتشات ما كانتش قد كده، ولا في عودات عدله ولا نيله. فين يا عم شيماس؟ فين يا عم ريمستيريو؟ عرض ما فيش فيه اي حسنه، وبدايه بصراحه بالنسبه لي سيئه لريسل مانيا. فمش عارف انت بصراحه ايه رايك في العرض، لكن بالنسبه لي عرض وحش جدا يعني. قول انت ايه رايك في العرض، ولو وصلت هنا شكرا ليك وبس كده. يلا يا عم سلام.